غادي نشارك معكم التجربه ديالي في التقيس ديال البيض. التجربه الاولى كنت درتها في العلبه ديال الكرتون، درت فيه نجاره وجبت مقياس ديال الحراره كيف ما كتشوفوا في الفيديو. اقل الامكانيات. هنايا مشيت جبت واحد الكابل، بوله عاديه وواحد الطاسه غادي ندير فيها ماء، وهنايا خديت هاد الميزان ديال الحراره وعندي كرتونه. هاد التجربه هادي شفت بزاف ديال الناس جربوها وقلت انا غادي نجربها. هنايا من بعد ما ركبت هاد البوله هادي خليتها شاعله مزيان، عبرت الحراره ديالها شحال كتعطي درجه الحراره في الكرتونه، هزيت النجاره كبيتها هنايا، وهنا غادي نزيد البيض بطريقه عاديه. اللي مثلا في الوقت اللي كتحط هذا البيض هاد الكرتونه هذه كتخليها وكتخليها ما كتحلهاش 3 ايام. هذا البيض هذا ما كتحركوش من بلاصتو لمده 3 ايام. من بعد ما كتفوت 3 ايام عاد كتهز ديك البيضه وكتدورها، يعني خاصك تدور البيض 2 مرات او 3 المرات على الاقل في النهار. من بعد 3 ايام باش حطيت البيض، كل مره دابا غادي نحركو كل نهار على الاقل 2 المرات في النهار، وداكشي نيت اللي كان. واهم حاجه في هذه التجربه هي توفروا درجه حراره مناسبه اللي هي 37.8، والرطوبه تكون مناسبه للوسط باش يتفقس البيض بطريقه طبيعيه. هاد العمليه ديال تحريك البيض بقيت مداومه عليها طول المده، كل نهار كنقلب البيض وكنتاكد من درجه الحراره والرطوبه ديال الوسط. هنايا من بعد ما دازت 6 ايام لقيت البوله تصوتات والبيض بارد، وهذا مؤشر خايب ان درجه الحراره نزلت بزاف والرطوبه ناقصه بزاف. هنايا بدلت البوله، جبت واحده اخرى ودرتها باش نعوض ديك الحراره اللي كانت ناقصه البيض، وفي نفس الوقت نشوفوا البيض ديالنا واش ناجح ولا لا. الا كانت التجربه ناجحه هنا فين غيبان لينا، يعني غيبداو يتكونوا العروق، راه دازت 7 ايام، يعني هنا فين غادي يبان لينا في البيض واش عندنا شي نقطه شي عروق شي حاجه بحال هكا. ولكن اللي لاحظت هو ان ما كاينه حتى حاجه، الدليل ان التجربه ما نجحتش. التجربه الاولى فشلات بسبب بزاف ديال العوامل، اللي من بينهم اني ما كنتش متحكمه في الرطوبه والحراره ديال البيض بالشكل المطلوب. وراه درت فيديو في تيك توك كيشرح بزاف ديال الاخطاء اللي وقعوا في هذه التجربه اللي ما خلاوهاش تنجح، باش ما تطيحوش في نفس الاخطاء. التجربه الثانيه درتها بفقاصه اللي كنت شاركت معكم عليها جميع المعلومات في تيك توك، غادي تلقاو الفيديو، غادي تلقاو جميع المعلومات ومنين شريتها وكلشي. هاد الفقاصه هذه دارت ضجه مؤخرا في المجال ديال التفقيس، هي الفقاصه الاوتوماتيكيه بالنظام الالماني. ودابا اجيو نركبوا الفقاصه مجموعين باش نحطوا البيض. المهم هنايا غادي تكونوا دايرين هاد القرعه هذه اللي غادي تكون هكا، وكيكون الماء دايز لهاد البلاصه هذه، كيكون غير في الطبقه الاولانيه. وهنايا غنديروا فيه البيض ياك، وهنايا غادي تكون درجه الحراره 52 وهنا 37، وهنا كل ساعه و19 دقيقه كيتقلب البيض صافي. وهنايا عندنا هذا البروغرام هذا. وفي هاد لابارتي بالذات غادي ندوي على الحاجه اللي ما عجبتنيش في هاد الفقاصه، هي هاد الخيوطه هادو اللي مسؤولين على ميكانيزم التحريك. عرفتوا راه رقاقين بزاف وطلعوا ليا 2 مرات، وحاولت نصاوبهم 2 مرات. وهنا عندي البيض اللي غندخلوه لوسط الفقاصه. المهم بالنسبه للطريقه باش كندير البيض، كاين هنا الاول ديال البيضه وكاين هنا الاخر ديالها. كنهز هاد البلاصه هادي اللي كتحط بحال هكا، ها هي الاخرى كنحطها على الاتجاه المعاكس، كنكون غادي. المهم هي الفقاصه كتهز هاد العدد ديال البيض، انا تستيت بها. المهم دابا غادي نحاول نسدها ونحاول نبرونشي هذا. المهم صافي، فاش كنريغلو درجه الحراره ديالنا، الرطوبه، درنا البيض في الفقاصه، خدينا كلشي، درنا الماء، كنخليو الفقاصه ديالنا تخدم حتى النهار السابع اللي غنديرو فيه الميراج. اول حاجه كنديرو هي كنشعلو هادي، كتكون بحال هكا، وكنجرو باش نشوفو البيض اللي كيكون مخصب ولا ما مخصبش. صافي هنا النهار السابع درت الميراج، عزلت البيض اللي ما مخصبش، حيدته من الفقاصه، وخليت البيض اللي مخصب اللي شفت فيه الكتكوت كيتحرك او لا فيه شي حاجه اللي شكيت باللي فيه كاين الكتكوت، خليتهم في الفقاصه. وهنا لقيت ديك القرعه اللي درت اللي عمرتها بالمخوات، عاودت عمرتها رديتها وخليت كاع الامور هي هذيك، وخليت الحصيله ديال الميراج كانت 19 بيضه مخصبه و18 بيضه خاويه. وبالتالي نسبه التخصيب في هذا البيض اللي درت في الفقاصه
كان بنسبة 50%. اليوم 18 غادي نحيدو الميكانيزم ديال التحريك. اني اصلا بديت كنسمع الصوت، الا لاحظتوا هذه راه بدات نزومي لكم عليها، راه بداو كيتقلبوا لبعض. غادي نحيدو هاد الميكانيزم ديال التحريك ونديروهم في الشبيكه، وغادي نزيد الحراره. دابا راه ولات عندي 54 في الفقاصه، غادي نزيدها توصل حتى من بين 54 حتى 60 هكاك. اليوم 19 كيبان ليا كتكوت، بلاتي نحلو نشوفو. من نهار 18 حتى 20 بداو الكتاكيت كيخرجوا شويه بشويه، والحصيله كانت خرجوا 7 الفلاس من البيض، والباقي ما قدروش يخرجوا من البيض، بمعنى تخنقوا وسط البيض. يعني نسبه التفقيس ماشي 50% كيف ما كان كيسحاب لي، فقط 19%. خرجت هذوك الكتاكيت من الفقاصه، فرشت لهم النجاره، عطيتهم الماء وشويه الدمراج. عارفه هما غياكلوش في الايام الاولى، ولكن على الاقل الا بغاو ياكلوا يعرفوا يتعلموا ياكلوا غيلقاو الدمراج تا. هذه خاصه كونات فيها شي حاجه لداخل. المهم الحصيله هادو كاملين خاسرين الا وحده اللي فيها الفلوس هو اللي ما خرج، يعني كنستنتج بلي فلوس واحد اللي ما خرجش، الباقي كامل خسر. هذه الوحيده اللي غالبا تكون فيها الفلوس ولكن ما كملش، ما عرفتش شنو السبب. المهم هذه راه تكون فيها. خلاصه التجربه ما غاديش نعتبرها لا تجربه فاشله ولا ناجحه. علاش؟ حيت كانت هذه اول تجربه ليا مع الفقاصه، وتاني حاجه تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج، ماشي غير اجي وفقص، ماشي غير مثلا فاش كيكون عندك بيض مخصب راه صافي غادي ديرو في الفقاصه. امتى كتعرف واش مخصب ولا لا؟ حتى كتكون داير التجربه حتى تدير الميراج وبزاف د الحوايج. الا عجبكم هذا الفيديو دعموني بلايك باشتراك، وقولوا لي شنو النوع ديال الفيديوهات اللي تبغيو هاد المره.